المسلوق من غير ما نقليه في الزيت. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة وطعمه مظبوط جدا، وهناكل منه في نفس اليوم ان شاء الله. والبتنجان المخلل حلو جدا جنب المشويات واكلات تانية كتير. تابعي الفيديو للاخر علشان تعملي احلى بتنجان مخلل بتتبيلة ريحتها لا تقاوم. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ على طول. بس فضلا ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو والاشتراك في القناة. بسم الله. في البداية معايا كيلو من البتنجان، هنحاول نجيبه صغير ورفيع او متوسط بالكتير قوي وما يبقاش كبير، بيبقى حلو في التخليل. غسلته كويس جدا وسبته بالجزء الاخضر ده، هسلقه بيها. وكل ما البتنجان يكون صغير مش بياخد وقت في السلق، ووقت السلق على حسب حجم البتنجان، وعلى حسب لو انت عايزاه يقعد فترة في التلاجة هتعمليه نص سلق، ولو عايزة تاكلي منه في نفس اليوم او تاني يوم هتسلقيه سلق كامل. وفي حلة على النار فيها مية لنص الحلة، هضيف معلقة كبيرة من الملح